الدايركشن كل مره بيكون معاكم مش بس بيسهل عليكم ان انتوا تختاروا مكان الصيانه، لكن كمان احنا بنروح لحد المكان ونتكلم مع المتخصص ونعرف بالظبط ايه اهم حاجه لازم نعملها في عربياتنا. ما نروحش لاي حد وخلاص، مش متعودين ان احنا كمان احنا اللي نقول الكلام، لا احنا عايزين حد فاهم متخصص هو اللي هيقول لنا الكلام. عشان كده دورنا دايما ان احنا نقول لكم الدايركشن منين. النهارده هنتكلم على العربيات الالماني وسوقها في مصر عامل ازاي، ونتعامل معاها ازاي. العربيات الالماني وقطع غيارها بقى غاليه ولا مش غاليه، وهنعمل فيها ايه ولا مش هنقدر عليها او هنقدر عليها. كل ده هنشوفه النهارده مع مركز هنا جي اوتو والباشمهندس تامر السباعي. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. العربيات الالماني دي عالم كبير جدا. بالنسبه للسوق المصري بنقدر نقول ايه مميزاته وايه عيوبه؟ والله هو مميزاته كتيره قوي. احسن طبعا من الكوري والياباني بمراحل، بس المشكله عندنا في قطع الغيار والصيانات المنتظمه والصيانات الوقائيه. ان العميل دلوقتي ما بيفكرش ان هو يجي يعمل صيانه وقائيه الا لما بيحصل معاه مشكله. مشكله لمبه نورت، مشكله في عطل عنده، في صوت سمعه، في حاجه غريبه مش متعارف عليها او متعود عليها، فبيبدا يجي لك. لكن هو الاول كان العميل كان بيجي بيعمل صيانه وقائيه كل كيلو متر معين. ايه بقى يعني ايه صيانه وقائيه؟ الصيانه الوقائيه هي بتبدا مثلا كل مثلا 50,000، كل 100,000، كل 150,000 تبدا تيجي تشوف ايه القطع المفروض تتغير، لان كل قطعه في العربيه ليها عمر افتراضي. حضرتك مش هينفع نعيشها اكتر من عمرها الافتراضي، لان طبيعي اكيد ممكن تعمل معاك موقف بايخ، ممكن تخليك تعطل، ممكن تبات في صحراء، في طريق ضلمه مش ما تعرفش تتصرف. فطبعا لازم احنا بنوعي الناس وبنأكد عليها دايما. في مثلا زي مبردات، المبردات دي ليها عمر افتراضي، كل 80,000 لازم تتغير. مبرد فتيس، مبرد موتور، ترمبة بنزين. ترمبة البنزين دي برضو ليها عمر افتراضي. ما تفاجئش ان العربية عطلت مرة واحدة مني، ما تفاجئش ان في صوت غريب حصل، وده ممكن يدخلنا في مشكلة اكبر بكتير من ثمن وسعر القطعة نفسها اللي المفروض اغيرها، يدخلني في موضوع كبير اكبر من كده. الصيانه الوقائيه يعني فكرتها ان هي مهما كانت مكلفه اكيد احسن من لما نستنى لما الحاجه تبوظ خالص. بالظبط. حضرتك دلوقتي احنا عاوز اقول لحضرتك مثلا حاجه بسيطه زي سير المجموعه. سير المجموعه ده حاجه بسيطه جدا، تكلفته لا تتعدى 700 800 جنيه. سير المجموعه ده لو اتقطع مثلا في عربيه بي ام دبليو، السير ده بيعمل كارثه كبيره جدا، بينزل على مواسير الفتيس يقطعها. معنى المواسير الفتيس تتقطع بسبب سير مجموعه، بخش في قصه وتكلفه موال كبير جدا جدا. في تكلفه ممكن تخش معايا اكتر من 15-20 الف جنيه بسبب سير مجموعه ثمنه 700 جنيه. ليه؟ لان قوه السير وهي شغاله العربيه بينزل يقطع مواسير الفتيس، الزيت ينزل على الارض، الزيت بتاع الفتيس الدنيا كارثه. اللي حضرتك حكيته ده اصلا فيلم رعب، فتيس وتقطيع فتيس وقصه كبيره جدا توصل ل 20,000 جنيه. فيلم رعب اللي بيحصل. وده دي حقيقه. زي مبرد الفتيس، تلاقي واحد بيفتح القربه بيقول لك ايه ده في طحينه، فانت بتبص طحينه، ما هو الطحينه دي حضرتك تخليط الميه على الزيت. بالظبط. هو ده بينتج الطحين. ليه بقى حضرتك؟ لان المبرد بتاع حضرتك المفروض يتغير كل 80,000. عربيه حضرتك ماشيه 160,000 كيلو، حضرتك ليه ما عملتش الصيانه الوقائيه؟ عشان الناس متخيله دايما ان انا مش هغير غير لما العربيه تسخن، تحصل حاجه تبوظها، لازم تحصل مشكله. يبقى اذا حتى مبرد العربيه ليه عداد كيلومتر معين لازم يتغير عليه. ترمبه البنزين ليها عداد، البوجيهات ليها عداد، السيور ليها عداد، الشدادات ليها عداد. حاجات كتيره جدا في العربيه لازم نتبع، وكل عربيه ليها كتالوج طبعا. وبص، هو اهم حاجه تروح للمتخصص، ما تروحش لورش بير السلم. ودي النقطه المهمه بقى. قبل ما نروح لموضوع الشخص المتخصص، حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، فكره انه قطع الغيار ممكن نوصل لو حاجه صغيره باظت توصلنا ل 20,000 جنيه، لكن كمان قلت انه في سير ب 700 جنيه. الناس عندها رعب من فكره البي ام دبليو والمرسيدس وان قطع غيارها غاليه جدا. هل تستحق ان احنا نجيب الحاجه الغاليه تقعد فتره طويله، ولا نجيب الحاجه النص نص نمشي بيها امورنا؟ هو الغالي والاصلي ثمنه فيه، ده المعروف، عشان بس نبقى نتفق. بس في مشكله عندنا كبيره قوي، في قطع غيار مضروبه ومش اصلي موجوده في السوق طبعا، وده بقى متواجد بكثره. عشان بس نكون منصفين، يعني المضروب واللي بيقول لك البارت نمبر والباركود والعلامه المائيه واللي
كل الكلام ده بقى بيجي بصراحه كتير، وانك تدور على قطع اصلي بقت عمليه مرهقه جدا جدا. لان انت لو رحت التوكيل هتدفع ارقام كبيره. طبعا بيروحوا يشتروا من السوق، فبيجي يتفاجئ ان القطعه اللي هو المفترض ان هو مشتريها اصلي باظت بعد شهرين ثلاثه، والمفروض هو دافع فيها رقم. فحضرتك لازم نتوخى الحذر بطريقه غير طبيعيه في شراء القطعه. يعني فعلا في سير للبي ام دبليو ب 700 جنيه. في موجود. اوكي. دي حقيقه. ده رقم بالنسبه للناس اللي بتشتغل في عربيات دلوقتي، او انا عندي عربيه شغال 700 جنيه انا مبسوط. لا مبسوط جدا. عايز اقول لك حاجه، ان في العربيات الكوري والياباني السيور مثلا، لو حضرتك خدت بند السير في عربيات في الكوري والياباني اغلى من 700 جنيه. ايوه ده حقيقه فعلا. وعايز اقول لك ان في عربيات برضه مش هذكر اسمها في الياباني، التيل الفرامل بتاعها اكتر من سعر البي ام دبليو. تيل الفرامل دي معلومه مهمه جدا محدش يعرفها على فكره الا اللي بيركب بي ام دبليو. بالظبط. طب فكره قطعه الغيار في حد ذاتها حتى لو هي غاليه، لكن هي احق من ان احنا نجيب حاجه نص نص. بالظبط. قطعه الغيار طبعا بيقول لك الاصلي يعمر والتقليد يدمر. الكلمه دي في شغلتنا مهمه جدا. الاصلي مهما كان غالي، بس انه يتواجد في العربيه اطول فتره، فدي بتريحك انت. واكيد في قطع انت بتشتريها انت فاكر انها اصلي، بس في الاخر تفاجئ ان بعد ما تركبها بتسمع صوت غريب. فازاي في صوت؟ على سبيل المثال تيل الفرامل. تيل الفرامل المفروض انت جايبه اصلي، تلاقيه اول ما بيركب في صفاره. طب الصفاره دي منين؟ ده انا شاري تيل برقم هو المفروض ده اصلي. وهو ده برضو بيجي فكره المضروب المتواجد كتير في السوق. وده ياخدنا للنقطه الاهم بقى، عشان نعمل صيانه صح نروح لمين؟ نروح لمين؟ هي مراكز معتمده. صحيح. نروح لمركز معتمد وليه هيستوري كويس وبقاله وقت في السوق، اكيد هيحافظ على اسمه وسمعته عشان يعرف يديك قطعه غيار كويسه مضمونه، بحيث لو لا قدر الله فيها عيب صناعه، فيها مشكله، هترجع له هيقول لك اتفضل هغير لك القطعه تاني، وهي بس شويه وقت عقبال ما يغيرها لك، وهتاخد العربيه كويسه مظبوطه وتمام. هنا في جي اوتو بنقدم ايه لو حد عايز يعمل صيانه كامله مبدئيه وقائيه زي ما حضرتك قلت؟ احنا بنعمل صيانات وقائيه على طول. على ايه؟ على كل الصيانات السريعه. كل الصيانات السريعه، تيل، فرامل، طنابير، زيوت، سوائل، كل ده متواجد عندنا. ودايما بننصح الناس بنقول لهم خليكم دايما اتبعوا نظام بوقت معين، اتفضلوا نعمل لكم صيانات وقائيه. وكمان بنعمل خصومات كمان على الكلام ده، وبنعمل عروض بانتظام للي بيتابع البيدج بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا لحضرتك. وزي ما احنا دايما اتعودنا انه الاهم من ان احنا نعمل الصيانه ان احنا نعملها صح، ولكن اللي اتعلمناه النهارده ان احنا نعملها كمان في التوقيت الصح. استنونا في الدايركشن على تويتر.